بتحبوا الاكل اكيد، بس في ناس حلوه زيك كده بعد ما بياكلوا بيحسوا بحرقان في صدرهم بسبب الاكل، او بيحسوا بطعم حمض كده في بقهم وكأن المعده بترد لهم الاكل تاني. طب هو ايه السبب لكل ده؟ ما بين المعده والمريء في صمام كده عامل زي الباب بيقفل لما الاكل ينزل منه، وده علشان الاكل ما يرجعش من المعده للمريء، وده الطبيعي وده اللي بيحصل. بس في ناس بقى عندهم الصمام او الباب ده بايظ، معنى كده ان الاكل بيرجع من المعده للمريء، والاكل اللي بيبقى موجود في المعده ما بيكونش لوحده، بيكون معاه حمض مختلط بيه، ورجوع الحمض والاكل من المعده للمريء ده بنسميه ارتجاع المريء. طيب هو ايه اللي بيخلي الصمام او الباب ده يبوظ؟ عندي معايا بقى شويه اكلات من اللي الناس بتحبهم، ممكن يكون بسبب الاكل الحار او التوابل الزياده او الشوكولاته او شرب القهوه الكتير، او حتى ممكن يكون الشخص ده عنده سمنه مفرطه او ست حامل. والناس اللي عندها سمنه او وزنها زايد وبالتالي بطنهم او الدهون المتخزنه في بطنهم بتضغط على المعده، وبالتالي الاكل بيرجع غصب عنه للمريء. اما بالنسبه للاكل الحار والشوكولاتات والقهوه، دي مأكولات ومشروبات بتهيج المعده بتاعتك، بتخلي الحمض بتاع المعده زياده شويه، وده اللي ممكن يبوظ الصمام عند بعض الناس ويحصل ارتجاع المريء. وعشان ما تقلقش الموضوع مش صعب، لا ده في حلول كتير، منها انك تتجنب الاكل اللي انا قلت لك عليه بيسبب هيجان للمعده بتاعتك، او تقسم الاكل بتاعك على مدار اليوم، ما تاكلش وجبات كبيره بحيث ان انت تملى المعده بتاعتك ويحصل ارتجاع للاكل. ولو انت وزنك زايد اكيد لازم تقل في الوزن، ولو ما نفعش معاك اي حاجه من تغيير نمط الحياه ده، بالتالي هتلجا للحلول بتاعت الادويه زي الانتاسيدز والاتش 2 بلوكر والبي بي اي، ودي الادويه اللي بتعالج ارتجاع المريء. لكن لو انت ما ارتحتش على الادويه ديت ما تسكتش ولازم تروح تزور الدكتور، لان انت ممكن تكون داخل على مضاعفات ارتجاع المريء، زي ان يحصل تليفات وضيق في قناه المريء عندك، وبالتالي الاكل مش هينزل بصوره سلسه للمعده، او يحصل تغيير او تحويل للغشاء المبطن للمريء ويتحول لغشاء ممكن يسبب سرطانات، او يحصل شويه قرح او حتى انسداد في المريء. ففي الحالات ديت لازم ولابد التدخل الجراحي. وبس كده، ده كل اللي انت محتاج تعرفه عن ارتجاع المريء. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو لايك وتستنى الفيديوهات الجديده عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.